السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض في الفيديو بتاعنا نوع من انواع المعجنات تحفه جدا بعجينه هشه وقطنيه ينفع لجميع انواع المعجنات. هنعمل البريوش او الشوريك بمكونات بسيطه جدا موجوده عندنا كلنا في البيت. انا اساسا بحب المعجنات وكمان بحب ريحه الخبز في البيت، علشان كده دايما بعمل الحاجات دي، بتبقى موجوده عندنا، بتنفع في الفطار في العشاء جنب كوبايه شاي بلبن او كوبايه نسكافيه، بتبقى لذيذه ومشبعه. عايزاكم بقى تشوفوا البريوش قد ايه هو هش وقطني. شايفين قلبه عامل ازاي؟ زي القطن حقيقي، ولما بضغط عليه بيدخل ويطلع كده عامل زي الاسفنجة. يلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات وطريقة التحضير. محتاجين لكوباية لبن دافي، ولازم تكون دافية علشان هندوب فيها الخميرة، وتلت كوباية سكر، وباكو من الخميرة الفورية. وعلى فكرة النوع ده من الخميرة جميل جدا ممتاز، لو تعرفوا تجيبوه اشتغلوا بيه على طول. انا بقالي مدة بشتغل بيه كده وانا عيني مغمضة. والخميرة اسمها انجل، انا مش بعمل اعلان عنها ولا اي حاجة خالص والله، لكني لما بستعمل حاجة بتطلع كويسة بحب اقولكوا عليها. هنضيف عليهم بيضة، ورشة فانيليا باودر او سايلة، ورشة ملح، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تختلط خالص. ومعايا 3 كوبايات ونص من الدقيق، هحطهم كده بالتدريج مش مرة واحدة. انتوا عارفين طبعا ان الدقيق بيختلف انواع عن بعضها في درجة امتصاصه للسوائل، يعني ممكن محتاجش التلاتة ونص كاملين. فبحط كده بالتدريج. العجينة طبعا لسه سايلة معايا، فكملت وحطيت بقية المقدار. فهي خدت فعلا 3.5 بالظبط. عجنت لحد لما الدقيق اختفى خالص، وكونت عجينة كده يعني الى حد ما مش بتلزق. بعد كده هحط عليها تلت كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وهبتدي اعجن مرة تانية. في البداية كده هنلاقي العجينة اتفتتت واتقطعت وكأنها باظت، لكن هي ما تقلقوش خالص، هي محتاجة شوية مجهود. هنعجن 10 دقايق تانية او 12 دقيقة لحد لما الزبدة تتشرب، وهتديني عجينة ناعمة كده خالص بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. هنغطيها بقى ونسيبها في مكان تخمر. هي تقريبا هتاخد لها نص ساعة بس، وهترتفع خالص وهتخمر، هتبقى بالشكل ده. هنبدأ بقى نهبط التخمير، وهنزلها على السطح اللي هشتغل عليه، بس هرشه رشة دقيق بسيطة جدا علشان ما يلزقش. وهشكلها رول كبير وهبتدي اقسمها. هي هتعمل معايا تقريبا 12 قطعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبالحجم ده، لكن لما هبتدي اكورها هلاحظ ان في كور كبيرة شوية، فهشيل منها. وبالنظر كده يعني هي هتعملي 15 واحدة من الشوريك. انا مش بوزن قطعة العجين ولا حاجة، انا بعملها بمجرد النظر. فهتعملي 12 15 كورة، كل واحدة فيهم هتبقى واحدة من البريوش او الشوريك. بالنسبة للتشكيل بقى هنشكل بالشكل ده. هاخد الكورة من العجين وهبتدي اضغط عليها ضغطة كده بسيطة، هفردها وهلفها كأني بعمل رغيف فينو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط كده. وهقفلها كويس وهبرمها لحد ما تعمل رول طويل ورفيع. وهبتدي الفها حوالين بعضها داير ما يدور بالشكل ده، وهحطها في صاج او في صينية مدهونة دهنة زيت بسيطة جدا. وهسيبها مرة تانية، هغطيها بكيس بلاستيك وبفوطة، وهسيبها مرة تانية تتخمر. عملت معايا الصينيتين دول، واحدة فيها 12 والتانية فيها 3 زي ما باين كده في الفيديو. بالنسبة بقى لدهان الوش، في ناس بتدهن الشوريك بالبيض، بس انا مش بحب موضوع البيض ده لان ريحة الزفارة بتبقى فيه قوية مهما حطيت خل وفانيليا. فانا بدهنه بمعلقتين من اللبن، وبدوب فيهم رشة كده بسيطة جدا من النسكافيه. بدهنه بالفرشة على خفيف علشان التخمير ده ما يهبطش. وبكون شغالة الفرن في الوقت ده على درجة حرارة 200. بحطه في النص، بس قبل ما بدخله الفرن برش رشة سكر كده بسيطة من فوق. بدخله بيقعد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة لحد ما بياخد اللون الذهبي الجميل ده. شايفين شكله ودرجة التسوية بتاعته تحفة جدا جدا. انا محتاجتش ان انا افتح عليه الشواية خالص. هتتابعيه بعد ربع ساعة لو لون من الجنب ومن تحت، لكن من فوق لسه ما خدش اللون الذهبي، هتفتحي عليه الشواية 3 4 دقايق مش اكتر، وانتي واقفة جنب الفرن. واول ما هتطلعيه هتغطيه بفوطة مندية او هتبخيه بخة مية بسيطة كده خالص، وهتغطيه برضو علشان يطرى. يعني مع البخار هيبتدي بقى يطرى، وهيبقى بالشكل ده هش جدا وخفيف وتحفة وطعم وريحته مش قادرة اوصف لكم على الجمال. بالنسبة للتلاتة دول هعمل فيهم حاجة تانية كده بسيطة. انا ما رشتش عليهم سكر، بدهنهم دهنة سمنة او زبدة بسيط خالص، وبغمسهم في طبق فيه سكر. يعني بيبقى ريحته وطعمه جميل. انا في عندي ولادي ساعات بيحبوه ياكلوه بالشكل ده، فسبت الثلاث وحدات دول ليهم. عملتهم بالطريقه اللي بقول لكم عليها دي. لو هنعمل كميه كبيره، يعني لو هنضاعف الكميه وهيطلع معايا كميه شوريك كبيره، مش هنبيته بره التلاجة علشان ما ينشفش، ولما يجي ناكله كانه لسه مخبوز هندخله في اكياس في الفريزر ونطلعه ساعه الاستخدام. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا. بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش ان عجبتكم الوصفه لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم ان شاء الله في وصفات احلى.
شكرا ليكم، بشكركم جدا، سلام عليكم.